السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بفيديو جديد. اليوم غندير لكم الجزء الثالث من ليكران إدغاتونت ولا مرطبات اللي كنستعملو كاملين كنشوفو الجودة ديالها وحتى الفيدباك ديال لي زابليكاسيون ولا المكونات ديالها. أول منتج في الجزء الثالث هو هاد فيني كيف كتشوفو ديال الكوكونت، يعني ديال الكوكو، زيت الكوكو. هاد زيت الكوكو، هاد الفيني ديال زيت الكوكو فيها حتى هي مواد اللي هي خايبة، وحتى هي ما عندهاش زعما ترقيم اللي هو جيد. فيها الفينوكسيتانول. هاد الفينوكسيتانول ديجا درت لكم عليه، مادة اللي هي خايبة بزاف في لابو. هاد الفينوكسيتانول كيف قلت لكم ديجا في الفيديو السابق، راها مادة اللي كدير تهيج الجلد واحمرار وحساسية وحتى خطر على العينين، وبعض المرات كتوصل حتى للجهاز العصبي زعما كتأذي شي حوايج اللي هي داخلية، أعضاء داخلية بالجسم تاع الإنسان بحال الكلي الكبد وبزاف د الحوايج. فيها البارفينيوم ليكيديوم كيف كتشوفوا. هاد البارفينيوم ليكيديوم اللي كيسبب انسداد المسام، طبقة دهنية من الحبوب دهنية كدير الحبوب، يعني كتجمع الميكروبات ديال الطبقة الدهنية بيان سور ولا ما تنظفتش راه كدير الحبوب كدير بزاف د الحوايج. والإنسان كيبغي يرطب لابو ديالو كيدير واحد الحاجة باش يبسها للجلد. خاصو يمص شي حاجة زعما لابو خاصها تمص شي حاجة اللي هي فيها النفع، ماشي تسد المسام وتسبب الحبوب. وهي مادة على المدى البعيد راها مسرطنة. فيه مواد أخرى اللي عندها low risk، هذاك الlow risk ميمكنش نخاطرو به، ولكن المهم حيت هي نادرة باش هاذيك الإنسان ممكن يستعملها. ولكن هادوك لي مواد بحال الفينوكسيتانول بحال البارفينيوم ليكيديوم، مادة خايبة بزاف، مواد اللي هي سيئة وترقيم راه ترقيم ضعيف جدًا، يعني خايب 4% ترقيم خايب. كاين هاد لو كريم لاخر كيف كتشوفوا، هاد كريم 5 تا هو مؤخرا تيهضروا عليه في الفيديوهات تيقولوا راه زوين وداك الشيء. هاد كريم 5 عاطينه ترقيم تا هو سيء جدا، 22% ترقيم سيء جدا جدا جدا، بحيث ما خاصش الواحد كاع يستعملو. هاد البلونكاستي فيه الميثيل زولينول. بالنسبة لهاد المادة، هاد الميثيل زولينول كيف كتشوفوا راه حتى هي مادة خايبة وعندها إفي خايب على لابو. بالنسبة زعما الأخطار ديال هاد المادة، راه كدير حتى هو الروم، تقرحات الجلد، بزاف د الحوايج خايبة لابو. كيف قلت لكم كدير حتى حساسية على المدى البعيد، تقرحات في الجلد. وكاين هاد تيست خاصو تجوم لأن تا هو لو ريسك، كاين حتى هو بعض المرات الناس قلال تهيج وحساسية، ولكن نادرا فين كيدير تهيج وحساسية. الترقيم اللي عطانا ترقيم ضعيف جدا. كاين هاد نيفيا، هاد البلونكاسي ديال زبدة الشيا كيف كتشوفوا. هاد نيفيا ديال الكاكاو، عفوا كاوكاو، بودرة زعما زبدة الكاكاو، عطاو ترقيم تا هو ضعيف جدًا، 4% ترقيم اللي هو خايب بزاف. هاد نيفيا فيها الPHT، فيها البارفينيوم ليكيديوم، وفيها الفينوكسيتانول. بالنسبة للPHT ديجا هضرت عليه في الفيديو اللي فات، راه تا هو مادة كدير تهيج، حساسية، ومادة مسرطنة. ملي كنقول لكم هاد الشي راه ما تيجيش سور بلاص، راه تيجي على المدى البعيد. يعني واحد الحاجة ما غنستافدش منها، ولكن على المدى البعيد غتكون مضرة ليا لابو ديالي. وديجا حتى ليفي ما غيكونش بوزيتيف، كندير واحد الحاجة اللي عارفة غتأذيني على المدى البعيد. بالنسبة للمادة الأخرى كيف قلت لكم فيها الPHT، فيها البارفينيوم ليكيديوم ديجا هضرت عليه، كيدير انسداد المسام، طبقة دهنية كتأدي للحبوب، ومادة مسرطنة على المدى البعيد. فيها الفينوكسيتانول. بالنسبة للفينوكسيتانول كيف كتشوفوا عاطينو زعما moderate risk، ولكن راه عندو risk نيشان على لابو، تيدير انسداد المسام، حتى هو تيدير سد مسام، تيدير تهيج الجلد والاحمرار. وقلت لكم راه كيأذي حتى زعما الأعضاء الداخلية للجسم، كيأثر حتى على الكبد والكلي والجهاز العصبي ديال الواحد. هو ترقيم اللي عاطينو ترقيم سيء جدا، 4% يعني ما فيه حتى شي فائدة. الإنسان خاصو شي حاجة اللي تنفعو ماشي تضرو. بالنسبة للعنصر المولي كاين هاد ميكسا إكسترا سين وقيلة إكسترا سين انتونسيف، يعني كيرطب بالنسبة لابو اللي هي سيش، إكسترا سيش يعني لابو اللي جيد زعما ناشفة تيرطبها. تقييم عاطينو مودريت، يعني نص نص 43% تقييم اللي هو سيء، بحيث فيه واحد المادة اللي هي الفينوكسيتانول. هاد الفينوكسيتانول كيستعملوها بزاف لي كريم إدغاطونت، حيت عندها واحد الإفي زعما مومونطاني، تيكون كتبان لك كترطب، ولكن على المدى البعيد راها خايبة. هاد الفينوكسيتانول ديجا نعاود نكرر لكم، مادة خايبة كدير تهيج واحمرار وبزاف د الحوايج. كاين هذا ديجا هضرت عليه في الفيديو اللي فات، ولكن ما ذكرتش واحد القضية فيه. كاين هذا البلونكاسي، هاد نيفيا البلونكاسي كيف كتشوفوا. هاد نيفيا اشنو فيها؟ فيها البترولاتيوم، الفازلين عفوا، فازلين فيها البترولاتيوم، فيها بروبيل بارابين، فيها الPHT، وفيها البارفينيوم ليكيديوم، يعني 100% à éviter. ما عندكم ما ديروا بها.
ما عندكم ديروا بها. البترولاتيوم مشتق من النفط، والمواد اللي تنقول لكم ديما مشتقة من النفط راه ما كتكونش خالصة 100%. المواد اللي ما كتكونش خالصة 100% يعني راه فيها شي مواد اللي كتأذي لابو بطريقة اللي هي مباشرة جدًا، وفيها هاد الزيت معدني. يعني واحد الحاجة اللي كنديرها لابو ماشي بلاصتها أصلًا، يعني كتكرفس على لابو. كاين بروبيل بارابين، بروبيل بارابين ديجا درت عليه حتى هو كيأثر على الاستروجين في الكور، يعني كيأثر على النيفو ديال الاستروجين عند النساء، يعني مشكل أولا خلل هرموني وبزاف د الحوايج اللي عارفين التبعات ديالها. كأشتي مادة حتى هي كتأثر على الاستروجين، كدير تهيج، كدير حساسية، ومادة اللي هي مسرطنة على المدى البعيد وكتأثر حتى على الجهاز الهضمي. إيماجين كتأثر حتى على الجهاز الهضمي. بالنسبة للعنصر المولي كاين هاد ميكسا، هاد الميكسا ديال اليدين حتى هي كريم إدغاطونط. هاد الميكسا فيها حتى هي مواد اللي هي خايبة. كاين ميكسا وكاين ميكسا. بالنسبة لهادي راه هي بزاف ديال اليدين عاطينا 50% ولكن فيها مواد اللي ماشي هي هاديك. فيها لينالول وفيها الكلوروكسيدين. هادو مواد قالوا هما بأن راه زعما عندهم moderate risk، يعني واحد لو ريسك اللي هو ضعيف، ولكن أصلا دو باز ما خاصهمش يكونوا بهاد النسبة. أو موان خاصو يكون المواد كتعرفوا الإيدين كيكونوا شوية فخاجين ماشي بحال الإنسان. خاصو يستعمل واحد الحاجة ليهم اللي تكون نافعة وتكون عندها واحد زعما واحد ليفي لي بوزيتيف sur place. ما كتأذيش ما كتأذيش ما كتأذيش لابو كاع. ممكن دير تهيج، احمرار، طفح. الإيدين لو وصلهم الطفح يعني ما غدير بهم والو، يعني غير حطهم. والترقيم عاد ترقيم جيد، ولكن بالنسبة للمواد اللي مشيت قلبت عليهم ما عجبونيش. مواد اللي هي خايبة بزاف. واخا ميكسا حنا الفيدباك زوين، ولكن ماشي كاع زعما الأنواع كاع لي برودوي ديال ميكسا زوينين. كاين هاد البوتي مارسيي، البوتي مارسيي فيه حتى هو ترقيم 43%، ترقيم اللي هو ضعيف جدًا، بحيث فيه البارفينيوم ليكيديوم وفيه الفينوكسيتانول. كيف كنقول لكم الفينوكسيتانول كيستعملوه بزاف لي برودوي زعما لي كريم إدغاطونط كيقولوا كوم كوا راه تيرطب، ولكن راه عنده إيفي نيجاتيف. مثلًا هاد البارفينيوم ليكيديوم ديجا هضرت عليه ونعاود نقول لكم راه كيدير الانسداد النسائي، تيدير الحبوب، تيدير طبقة دهنية اللي هي كتعفن وكدير الحبوب وكدير لي بوان نوار، وهي مادة مسرطنة على المدى البعيد. كاين الفينوكسيتانول كيف كنقول لكم ديما كيدير تهيج ديال الجلد، احمرار وحساسية وحكة. وما خاصوش كاع يوصل حتى للعين، ما خاصوش يقيس العينين كاع، خطر على العينين. وتيقيس حتى الجهاز العصبي، الجهاز العصبي والكبد والكلي. بالنسبة للمواد الأخرى اللي فيه هي مواد اللي عندها ما غادي تجي تأثير اللي هو خايب تأثير زوين، ولكن الترقيم كيبقى ضعيف. الإنسان غيشري واحد الحاجة ويستعمل واحد الحاجة اللي فيها النفع. بالنسبة لهاد الكريم الآخر كاين هاد البايوفاس. هاد البايوفاس كيف كتشوفوا فيه حتى هو ترقيم اللي هو 31%. ترقيم ضعيف جدًا. هو ديال الإيدين، كريم إدغاطون ديال الإيدين حتى هو كنشوف بزاف في غون سيرفاس تيجيبوه وتيتعاطاو ليه البنات بزيت. كاين البارفينيوم ليكيديوم، فيه الفينوكسيتانول، وفيه هاد السيكلوبونتاسيلا، السيكلوبونتاسيلوكسان. بالنسبة لهاد المواد ديجا هدرت عليهم. بارفينيوم ليكيديوم ما نعاودش نهضر عليه، ديجا قلت لكم راه خايب، عنده إيفي نيجاتيف على لابو، كينسد المسامح وبزاف د الحوايج. الفينوكسيتانول ممكن يدير ما يأثرش زعما ما يديرش الحبوب، ولكن الإنسان ما يخاطرش ما يديرش واحد الحاجة اللي تأذي لابو ديالو. كيدير الحبوب بزاف د الحوايج، مادة مسرطنة على المدى البعيد. كاين فينوكسيتانول اللي ديجا هدرت عليه، الفينوكسيتانول اللي كيدير حتى هو تهيج، حساسية، حكة. ما خاصش كاع يقيس العينين، والعينين حنا يدينا شحال من مرة كندوهم العينين بلا ما نحسو. كيأثر على الجهاز العصبي، الكبد، الكلي. كاين هاد السيكلوبونتاسيلوكسان، هاد السيكلوبونتاسيلوكسان ديجا هدرت عليه من قبل. كيأثر على التوازن الهرموني، سورتو لاستروجين تيأثر عليه ديراكتومون. بالنسبة للفيديوهات ديال كريم إدغاطونط هذا آخر فيديو. حاولت نتطرق لجميع لي كريم إدغاطونط. وكاين هاد الفيني ديجا هدرت عليه حتى هو، ديجا هدرت على هاد الفيني. المكونات ديالو حتى هو فيه البترولاتيوم، ولكن زعما الترقيم جيد 85 58%. راه كاين أنواع، راه فيني ديال الجليسرين. كاين لي كريم أنواع، كاين الكريم، كاين لي لي، كاين بزاف د الحوايج. عطاو الترقيم هذا زوين وجيد، ولكن فيه البترولاتيوم. يعني هاد البترولاتيوم تيدير إسداد ديال المسام وتلوث زعما. وفيه مواد حتى هي اللي ما زويناش. بالنسبة لبوتيت أوليفي، ماشي هاد مادونا. هاد مادونا حتى هو ترقيم اللي عاطينو سيء بزاف. هاد مادونا فيه البترولاتيوم، فيه PHT، فيه البارفينيوم ليكيديوم،
فيه فينوكسي تانول. هاد المواد حتى هي خايبة. ديجا هدرت على البترولاتيوم مشتق من النفط، كيدير السداد ديال المسام، تيدير الحبوب، ومادة مشتقة من النفط، يعني راه ماشي خالص 100%. نادرًا فين تيكون زعما المكونات زعما هاد المكون تيكون خالص، كيكون فيه شوائب من النفط، وكتعرف واحد الحاجة ملي دار واحد البلاصة ماشي ديالها راه كدير واحد l'effet négatif. كاين PHT. بالنسبة للPHT ديجا هدرت عليه حتى هو، مادة اللي هي خايبة بزاف. الPHT كيأثر على الأستروجين، تيدير تهيج، حساسية، مادة مسرطنة، وكتأثر حتى على الجهاز الهضمي. بارفينيوم كيديوم من درت الفيديو وأنا كنهضر عليه، كيدير انسداد المسام، طبقة دهنية ديال الحبوب، ومادة مسرطنة. وكاين فينوكسيتانول. هاد الفينوكسيتانول ديجا تا هو هدرت عليه، كيدير تهيج، وكيدير احمرار وحساسية وهكا، وما خاصوش كاع يقيس العينين. بالنسبة زعما لهاد المنتجات، راه بالنسبة كنلقاو ميكسا، كنلقاو مادونا، كنلقاو فيني، هادو فيهم منتجات، ولكن كل منتج والإيفا ديالو، كل منتج والمكون ديالو. مثلا هاد مادونا الأول اللي درت عليه كاين حتى هو فيه منتوجات، ولكن هذا فيه منتوجات بلوس حاجات أخرين اللي كتأثر كتر وكتر. ها أنت فيه البترولاتيون، فيه الPHT، فيه فيه البارفانيوم اللي كيديرهم، ولكن هاد الغوز شتو لومبالاج كيبان زوين وبزاف د الحوايج، ولكن هاد الغوز راه فيه البيتيل فينيل ميتيل، المهم واحد السمية طويلة. المغزى بأن هاد المادة أشنو فيها، ملي مشيت قلبت عليها أشنو لقيت فيها. هاد المادة كاين فيها كدير حساسية، مادة اللي كدير تهيُّج على المدى البعيد، كدير تهيُّج، حساسية وهكا، وحتى التهاب وطفح جلدي، وممكن توصل حتى لحروق كيميائية. يعني هاد المادة كدير حروق كيميائية بكثرة الاستعمال، وكدير تورم تقرحات ديال الجلد. الترقيم سيء جدًا 0%. أشناهي يعني مفيها حتى شي فائدة. ومادونا كيف قلت لكم راه اللي طلعوا ليا بزاف في لي كومونتير، كاين مادونا الغوز وكاين مادونا البلو. بجوجهم خايبين، وسورتو الغوز راه خايب بزاف. كاين هذا ديال الهيمالايا ديال الألوي فيرا، الترقيم اللي عطانو جيد. فيه شي مواد اللي عندها effet négatif، يعني خاص نادرًا فين يقيسوك، ولكن en général المادة اللي هي زوين، زعما produit اللي هو زوين، المكونات ديالو زوينة ومعروف، صبّار، مادة اللي هي صحية بزاف لابو. هذا كيف قلت لكم غيكون آخر فيديو بالنسبة لكريم إيدغاطونط. نتمنى أنكم تستافدوا ماكسيموم، واللي بغى اللي بغى شي كريم واحد آخر، ولا بغا يسول على شي منتج، خليه في لي كومونتير، غنحاول نجبد لكم زعما المعلومات كتر على المنتجات. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر بإذن الله.